مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الإطلالة الصباحية اللي من خلالها غنتحدثوا على آخر مستجدات مشاركة المنتخب المحلي أو منتخب أقل من 23 سنة في بطولة الشان المحليين اللي غتنظم في الجزائر. فبالأمس كانت هناك واحد البلاغ من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتحدثنا فيه على أن المنتخب المغربي ما غاديش يشارك في هذا الشان هذه بحكم أنه ما توصلش بواحد الجواب من الاتحاد الافريقي ولا من البلد المنظم الجزائر حول طلب تكون هناك رحله جويه مباشره ما بين الرباط وقسطنطينه من اجل نقل بعثه المنتخب، وبالتالي كان تقرر بان الفريق الوطني ما يشاركش في هذه التظاهره هذه. فمن بعد وقعت العديد من التطورات بحكم ان رئيس الاتحاد الافريقي واللي باتريس موتسيبي اللي كيتواجد في الجزائر قام بالعديد من التدخلات هو ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم باش يضمن المشاركة ديال المنتخب المغربي. فمن اخر التطورات اللي وصلتنا ان حاليا بعثة المنتخب الوطني المغربي كتواجد الان حاليا في مطار الرباط سالا في انتظار اقلاع الطائره في اتجاه الجزائر. كيتسناو فقط الضوء الاخضر من السلطات الجزائريه باش الطائره اللي هي طائره الخطوط الملكيه الجويه المغربيه الناقل الرسمي للفريق الوطني المغربي تقوم بنقل بعثه الفريق الوطني الى الجزائر، الى قسطنطينه بالضبط، للمشاركه في الشان. فهذه حسب آخر المستجدات. كيبان بأنه كنا ما نوصلوش لهذا الشيء كامل، كون كانت هناك واحد الإرادة من الجانب الآخر لتفادي هذه المشاكل كاملة. وحتى الاتحاد الإفريقي هنا كيبان سوء التنظيم ديالو للمنافسات القارية. فالاتحاد الإفريقي باقي بعيد جدا على تنظيم محكم للتظاهرات الإفريقية، ويكون فما تحرك حتى شاف القرار ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها ما تشاركش بحكم انه ما تمش تلبية الطلب ديالها. عاد تحركوا المسؤولين في الاتحاد الإفريقي وعرفوا بأن الموقف المغربي هو موقف جدي من هذه القضية هذه. ففي الاول كانوا كيعتبروا ان المغرب ربما كيبغي يضغط على الاتحاد الافريقي او الجزائر، بينما راه العكس هو اللي صحيح. داكشي اللي طلبناه راه من حقنا. فكما قلت اخر التطورات اذا البعثه ديال المنتخب الان متواجده في مطار رباط سالا. هناك طائره للخطوط الملكيه الجويه اللي كتسنى فقط الضوء الاخضر من الجزائر للاقلاع. وفيما كان شي مستجد بخصوص هذه القضيه فغادي نتحدثوا عليه. انا اللي كنتسائل عليه علاش هذه الامور كامله، علاش من علاش مع الجزائر هذه الامور كامله. راه بهذا التصرف هذا والجزائر كيقولوا بانها باغا تنظم كاس افريقيا 2025، فكنظن انهم حكموا على الملف ديالهم بالفشل بحكم هذه القضيه اللي واقعه دابا. ما عندها حتى شي تفسير اخر. كون اتخذت الامور في الاول بواحد الانسيابيه ما كناش غنوقعوا في هذا المشكل. راه نعطيكم غير مثال. قطر كانت قطع الرحلات الجويه مع السعوديه والامارات، وجاو داروا دي زيكسيبسيون، جاو المنتخب الاماراتي يلعب في قطر برحله جويه مباشره. كذلك الامر بالنسبه للدول الاخرى. فنخليو رجاء نخليو السياسه بعيده عن الرياضه. هذا هو المطلب الوحيد. والله يهدي هذا الجيران تاعنا الجزائريين، الله يهديهم في هذه القضيه هذه.
إذا كما قلت فالبعثة الآن هي في مطار الرباط سالة، وكينتظروا فقط الضوء الأخضر من أجل الإقلاع نحو الجزائر. هذا علما بأننا حنا غاديين بمنتخب أقل 23 سنة، وحتى اللاعبين ديال أقل 23 سنة فهما غير اللاعبين اللي في الدوري المحلي، بحكم كما سبق لي شرت سابقا أن اللاعبين المحترفين ما متواجدينش. فهذه فرصة بالنسبة لعصام الشرعي والطاقم ديالو باش يشوفوا شكون هما اللاعبين اللي قادرين انهم ياخذوهم من هذا المنتخب اللي غيشارك، باش يتم الادماج ديالهم مع الفريق ديال اللاعبين المحترفين بالنسبة للمقابلات القادمة ديال المنتخب الأولمبي المغربي اللي كيستعد لخوض إقصائيات المؤهلة لأولمبياد باريس سنة 2024. فهذه مناسبة بالنسبة لهم للاحتكاك. حنا ما كان بالضرورة ما قاصدينش الفوز بالشان، بحكم أننا فزنا فيها جوج المرات، وما اصلا كما اكدت على ذلك وغنأكد عليه مرة اخرى، فالشان ماشي شي محك حقيقي، هي فقط من اجل اخذ التجربة ونشوفوا لاعبين اخرين اللي يمكن لهم يطعموا المنتخب الاولمبي المغربي. هذا هو الهدف الاساسي من المشاركة في هذا الشان. هناك لاعبين كيستحقوا المتابعة، هناك لا في حراسة المرمى، لا في الدفاع، لا في وسط الميدان، لا في الهجوم. أكيد أن عصام الشرعي غياخد نظرة على جميع اللاعبين، بحكم أن لاعب كتشوفه في التدريبات ماشي هو لاعب كتشوفه في مقابلة. ومن هذا الخلاصة اللي غنقدروا نخرجوا منها من بعد هذا الشان، هو غتكون عنده فكرة على اللاعبين اللي يقدر ياخذهم من البطولة الوطنية باش يضمهم للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي اللي فيه العديد من المواهب اللي كتمارس في الدوريات الأوروبية، واللي غتستطيع تمثيل المغرب أحسن تمثيل. فإذا هذا الشيء اللي عندي في خصوص مستجدات مشاركة المنتخب أقل من 23 سنة في الشان في الجزائر. فيما يكون شي جديد غنعمل فيديو إخباري باش نخبركم بآخر المستجدات. نتمنى هذا الفيديو يكون راقكم. ما تنسوش البارطاج والاشتراك ودعم القناة. كان معكم عمر الغياتي من قناة عمر سبور، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله.